السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عارف ان انا غبت كتير جدا عن القناة، بس انا خدت قرار ان شاء الله مش هيخلي فيه غيبة يعني. غيبة اللي هو ان انا غبت، يعني مش الغيبة ان انت تغتاب حد يعني. غيبة التانية اسمها غيبة. بص، داخل في الموضوع يعني سايب كل حاجة ولازم اطلع من الموضوع يعني. المهم، من باب بقى ان انا عايز اعالج البرفكشنزم، انا مش هشيل الحتة اللي فاتت دي من الاخر بقى يعني. مش تعرفوا ان انا قطعت البطاقة وقلبي بقى جامد. بالمناسبة انا قطعت البطاقة فعلا، يعني انا عملت بطاقة ولقيت القديمة فقطعتها يعني الموضوع ده مش بكدب انا في الحتة دي. المهم، جات لي رسالة لطيفة جدا عجبتني. واحد على الفيسبوك بعت لي: أنا بحبك في الله، وعشان بحبك لو قابلتك في أي حتة هسلم عليك وأحضنك يعني. الرسالة دي مش أول مرة تجيلي بفضل الله يعني. بس الرسالة الأخيرة دي فكرتني بموقف رخم حصل لي من فترة. خليني أقول لك، لو حد قابلني عارفني بيحبني وسلم عليا وحضني، أنا هيحصل لي إيه؟ أول حاجة، أنا مبسوط جدا وهحمد ربنا على ده. مش هتضايق أبدا ولا أي حاجة على فكرة، بالعكس. أنا ممكن بس أتحرك شوية، لكن أنا هتبسط مش هتضايق. والموضوع ده ممكن يكون مؤذي بالنسبه للناس، ما ينفعش حد كده يجي يحضنك وهو مش عارفك والكلام ده. لا، انا بقول الحمد لله واحد فعلا بيحبك لدرجه ان هو يعني عدى الرولز العاديه او عدى اللاين وراح سلم عليك وحضنك، يعني الله يبارك له. انا شايفه انسان تلقائي وبسيط جدا. ممكن برضو في التعليقات تقول لي رايك، لو حد مثلا بيحبك وقابلك وعمل كده هتعمل ايه؟ سيبك بقى من الموقف ده عشان ده موقف جميل بالنسبه لي. تعال نشوف بقى الموقف التاني اللي الرساله دي فكرتني بيه. انا قلت لك ان انا، او مش عارف قلت لك ولا لا، ان انا جات لي رسائل زي دي كتير، بس الرساله الاخيره دي موجوده عندك على الشاشه قدامك اهي، فكرتني بموقف غلس. قابلت واحد في معرض الكتاب او مش فاكر والله فين، لان انا مش عايز افتكر الموقف ده. وانا واصحابي ماشيين لقيت حد بيشدني من كتفي شده جامده جدا. عايز اقول لك شده بالظبط شده حكومه، حد مثلا حد من الحكومه مسك مجرم فشده عشان ياخده على البوكس، نفس الشده والله مش عايز ابالغ واقول لك اجمد منها كمان. ليه؟ ليه ممكن تعمل كده في حد حتى لو صاحبك؟ ليه لو صاحبك مثلا قابلته قدامك، ليه ممكن تشده من كتفه شده جامده جدا يعني؟ ليه ما تناديهوش او تقول له اسمه؟ خلاص هيسمعك والله. لو حاطط سماعه في ودنه تعالى من جنبه، يعني هو مش بيجري في النهايه، هو مش بيجري. ليه التصرف ده؟ ده تصرف همجي، تمام. المشكلة بقى مش في ان ده تصرف همجي، المشكلة في ان في ناس بتزعل لو قلت على التصرف ده همجي. هم دول بقى المشكلة، مش الموقف نفسه. المشكلة لما تيجي تلاقي واحد رمى واحد من فوق السطح فتقول الفعل ده فعل شنيع. الفعل ده شنيع صح، في اشنع منه ان في ناس تقولك ان الفعل ده عادي. دول بقى المشكلة الكبرى. مش المشكلة انك رميت واحد من فوق، المشكلة التانية بتاعت ان الناس بتخلي الموضوع ده يعني موضوع طبيعي خالص، بتطبع معاه يعني ان ده العادي ان حد يرمي من حد من فوق. هم دول المشكلة الكبيرة اللي احنا محتاجين فعلا نحلها. الشخص ايه الشخص، المشكله الكبرى، عمال اقول المشكله لحد ما هتعمل لنا مشكله، ان هو مش عارفني. هو اصلا مش عارفني، هو بيقول انا يعني تقريبا شفتك قبل كده، حد مش عارف اسمي. يعني دي مصيبه تانية والله العظيم. عايز اقول لك ان انت ما ينفعش تعمل كده اصلا مع صاحبك. انا لو ليا اصحاب بعدي يعني انادي عليه، والله لو لقيته بيجري هاجي وراه، ممكن احط ايدي على كتفه زي النوك نوك اللي على الباب دي، عارف انت؟ باشا بالراحه كده. انما الشده دي معموله لموقف معين، مجرم بتشده عشان توديه البوكس بس، مش لاقي لها مواقف تاني. قول لي في التعليقات انت لو حصل معاك الموقف ده هتعمل ايه. عايز اقول لك ان ممكن تقابل اتنين في حياتك، الاتنين بيحبوك ويعملوا الموقف ده. واحد يقابلك يسلم عليك يحضنك، والتاني يشدك من كتفك الشدة دي. والله الاتنين بيحبوك تمام، بس مين فيهم الصح؟ طيب، ليه انا بكلمك وبحكي لك القصة دي؟ علشان دايما بنشوف حاجات بديهيات، بديهيات فعلا، بس في ناس بتطبع مع المواقف الغلط وتخليها لك صح، انه ده عادي على فكرة. ما هو ايه المشكلة؟ هتقول لي لا لا، ما تافورش، ما فيش حد من الناس دي. لا، اصلا هو سبب ان انا اعمل الفيديو هو واحد اللي عمل كده. واحد طلع قال لي انشف شويه. انشف شويه؟ انت فهمتها ازاي كده؟ انا ما كتبتش في البوست ان الراجل شدني فكتفي وجعني ولا خلعهولي مثلا. انا بقول يا جماعه ما يصحش نعمل ده. انا دلوقتي اللي بقول لك في الفيديو ان الشده جامده، بس انا ما كتبتش الكلام ده. انا بقول الموقف ده ما ينفعش يعني يتعامل مع حد حتى اصحابك. تطلع تقول لي انشف شويه؟ تحس ان في ناس قرروا يهاجروا من الكوكب، فالكوكب كله ماشي ناحيه اليمين وفي واحد قال ايه ده، هو انا معاهم؟ لا خليني اطلع بره بقى امشي لوحدي يعني الون كده في الصحراء. هو ده اللي طلع مع نفسه كده، كل الناس فاهمه البوست، وفي واحد يطلع يقول لك انشف شويه. انشف ايه يا ابني؟ انا نفسي لو مسكتك يعني هفعصك والله، مالهاش علاقه بالنشفان.
انا متضايق من الموقف نفسه. فلو احنا فضلنا نخلي المواقف اللي زي كده مواقف عاديه، هتيجي في مره تسال عن البديهيات مش هتلاقيها. هي البديهيات راحت فين؟ اتقبض عليها، مش موجوده خلاص. فاي موقف هتشوفه غلط في حياتك بعد كده هتلاقيه عادي، والناس تستغرب لو انت اتكلمت عنه. طب ايه الحل؟ الحل ان موقف زي كده لازم اكتب عنه واقول للناس، ولو حد تاني حصل له كده يكتب الموقف ويقول يا جماعة كده غلط، والله العظيم ده غلط. فاما الناس تبدأ تشوف ده غلط، وواحد من الناس اللي شايفة ده طبيعي، ايه ده الناس كلها بتقول غلط، دي شكلها بديهيات ولا ايه؟ دي شكلها بديهيات فعلا. فيبدأ بقى يتعامل معاها ان هي بديهيات وان هي فعلا غلط، ويشوف هيصلحها ازاي. غير كده يعني صدقني ما تسألش على البديهيات عشان هتختفي. شكرا.